لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تونس وألمانيا تبحثان تعزيز الشراكة والاستعداد للاستحقاقات الثنائية. استقبل كاتب الدولة لدي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج محمد بن عياد أمس الأربعاء بمقر الوزارة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس إليزابيث فابيو بيرزا، والتي كانت مصحوبة المستشار السياسي بالسفارة. وحسب بلاغ إعلامي شدد كاتب الدولة على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المبرمجة خلال السنة الجارية، والتي ستكون محطات هامة لتعزيز ديمقراطية التشاور السياسي ولتدعيم الشراكة المثمرة بين البلدين. وتم خلال اللقاء التذكير بمتانة العلاقات التي تربط تونس وألمانيا والتأكيد على الحرص المشترك على مزيد تطويرها في كنف الاحترام والمتبادل، وفي إطار الشراكة تعود بالقادة للطرفين سمة، وأن البلدين يحققان هذا السنة بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. من جهة أخرى تم استعراض الأوضاع الإقليمية الراهنة والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العمل معدد الأطراف ضمن المنظومة الأممية من أجل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين وترسيخ مقاربات التعاون لمواجهة التحديات المشتركة. يا رب يحفظ البلدين تونس وألمانيا، ألمانيا وتونس في جميع المجالات التي تصب بين البلدين.